سيكون العالم وللأسف الشديد على موعد مأساوي بسبب كارثة إنسانية أو طبيعية، والموت يحصر آلاف الأرواح من الأبرياء، وذلك خلال المرحلة القادمة ممكن 23. في آخر أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا، ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 20,000 قتيل، بالإضافة إلى سقوط عشرات الآلاف من الجرحى. منشوف وزراء بحكومة الرئيس مئاتي رجاء، منشوفها بيزوروا سوريا. من لبنان انطلق الوفد الوزاري اللبناني الذي كلفه رئيس حكومة تصريف الأعمال لزيارة سوريا والوقوف على حاجاتها في مواكبة تداعيات الزلزال. سوف تحصل سوريا على مساعدات دولية عاجلة. قال وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني إنهم سيستخدمون كل شيء من أجل إدخال المساعدات لشمال سوريا. النمسا أعلن مستشارها عن إرسال 80 جنديا للمشاركة في عمليات الإنقاذ وتقديم 3 ملايين يورو. كما أعلنت الخارجية الأسترالية تقديم مساعدات إنسانية مبدئية بقيمة 10 ملايين دولار للمتضررين من الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا. كل الطيران المحظور فوق الأراضي السورية اليوم سوف يصبح مسموحا في الغد، وبقرار من عدة دول عربية وأجنبية. وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإرسال 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا. أما الجزائر فسخرت ما يقرب من 90 عنصرا من الدفاع المدني، ووصل عدد منهم إلى مطار حلب في سوريا، فيما تستعد أفواج من فرق أخرى إسبانية للوصول خلال الساعات القليلة المقبلة، بالموازاة مع قرب وصول فرقة صينية مؤلفة من 80 عنصرا